بقول لك ايه، هو الاهلي عنده عقده من الوداد؟ هو الاهلي عنده عقده من اي حد اصلا؟ مليون مبروك للاهلاويه، الاهلي كسب دوري ابطال افريقيا من قلب كازابلانكا واصبح منعم لحظه تاريخيه زيه زي لحظه جده في 2012 وزيه زي لحظه تريكا في 2006. واصبح الموضوع كبير خلاص، والبطوله دي اصبحت من التاريخ. قبل الماتش كانت لبانه في بق الصحفيين، وكل لما يقابلوا لعيب من الاهلي يقولوا له حاجتين: الجمهور بتاع الوداد جامد ومرعب، والنقطه الثانيه اصل الوداد عامل لكم عقده. المشكله الاكبر ان حتى بعد الماتش وحتى بعد ما خسروا فضل جمهور الوداد برضه معلق على الكلمه دي ومحدش فاهم ليه. انا كاهلاوي كده كده ما بردش قبل الماتش، يعني فريق الاهلي حط على فريق الوداد وبعد ما خلصوا الماتش طلعوا حطوا على الصحفيين. ده حتى الجمهور يا راجل، جمهور الاهلي كفاش عرفوا مضمون التيفو. فواجب علينا يعني لو في حد في دماغه حاجة مش مظبوطة نظبطها له ونعقله. اهلا بيك يا صديقي العزيز، انا احمد السباعي بنص الملعب. قبل ما نبدأ الحلقة اخبط لايك واعمل اشتراك في القناة لو انت بتتابعنا من على اليوتيوب، واعمل فولو للصفحة لو بتتابعنا من على الفيسبوك. بس يا سيدي، بيقول لك بقى الاهلي اصبح عنده عقدة من الوداد. طب ما تيجي نشوف مع بعض بقى الاهلي عنده عقدة من مين. مبدئيا كده وقبل اي حاجه، الاهلي والوداد لعبوا مع بعض 13 مره في دوري ابطال افريقيا، فصباح الفل كده. يعني الاهلي كسب 5 منهم 2 في المغرب، والوداد كسب 2 وفوزي لقجع كسب واحده اللي هي بطوله 2022 اللي جابها لهم لغايه عندهم في قلب كازابلانكا، وتلعب النهائي من مباراه واحده على ارضك ذهاب بلا عوده، و5 لقاءات انتهوا بالتعادل. فعلى السكه وعلى الدغري، وقبل ما نتكلم في اي حاجه، الاهلي فايز على الوداد في المغرب، الوداد ما فازش على الاهلي في القاهره ولا مره. تقول لهم كده بقى، يقول لك لا اصل الوداد هز جورج القاب على حساب الاهلي، لكن الاهلي كسب بطوله واحده بس من الوداد، ودي ردها بسيط وما فيهوش كلام كتير. من الاخر يعني، اولا الوداد اتقابل مع الاهلي 3 مرات في النهائي، كلهم بلا استثناء كان لقاء العودة بتاعهم في المغرب بطولة 2017، وكسبها الوداد بأخطاء تحكيمية، ودي ما تقدرش تلومهم فيها وهم ما لهمش ذنب فيها. لكن بطولة 2022 هي العار الأول والأكبر في تاريخ قارة أفريقيا، إنك جبت نهائي دوري أبطال أفريقيا يتلعب لأول مرة في تاريخ القارة من مباراة واحدة على أرض أحد طرفي النهائي وهو الوداد. فده عار مش حاجة تدعو للفخر. وده ليه؟ لأنك ببساطة لو الوضع اتعكس والبطولة دي اتلعبت في استاد القاهرة، فعمرك ما كنت هتاخدها ولا هتشمها، لأنك عمرك في حياتك ما حققت أي فوز على الأهلي في قلب القاهرة. طب هو بقى الاهلي حقق كام لقب على حساب الوداد؟ هم كلهم واقعين في غلطه غريبه قوي، ان هم شايفين ان الاهلي حقق لقب واحد بس على حساب الوداد، لكن في حاجه هم مش واخدين بالهم منها. في 2020 الاهلي قابل الوداد في قبل النهائي وكسبه رايح جاي، وبعد كده كسب الزمالك في النهائي. السؤال هنا، هل دي بطولة ما خدهاش الاهلي على حساب الوداد؟ على اساس يعني ان الزمالك اللي انا قابلته في النهائي ده هو اللي كان عايز ياخد البطولة، لكن الوداد كان طالع لغاية نص النهائي عشان خاطر يتفسح ويروح. لا يا كبير، انت كنت رايح وهتموت على البطولة دي وواصل لنص النهائي، والاهلي داس على وشك رايح جاي. ففي 2020 ادي لقب خدناه على حسابكم، وفي 2023 محمد عبد المنعم الخامس كان ليه رأيه وحط الكورة في الزاوية القاتلة، و70,000 بني آدم روحوا معيطين. فكعدد ألقاب مباشرة الأهلي حقق لقبين على حساب الوداد، والوداد محقق لقب واحد، وفوزي لقجع حقق لقب. وكمواجهات مباشرة برضو الأهلي متفوق 5-3. الأهلي كسب الوداد مرتين في المغرب، والوداد ما كسبش الأهلي في مصر. والاهلي كسب الوداد رايح جاي في 2020، والوداد عمره ما كسب الاهلي رايح جاي. كلمتين بقى في الاخر كجمهور الوداد وكأي حد ممثل للوداد لما يسمعهم لازم بس يهدى كده ويسمعهم ويحطهم قدام عينيه قبل ما يجيب سيرة الاهلي. اللي هم ايه بقى يا معلم؟ الاهلي ده معاه 11 لقب افريقي. مفيش فريق معاه 10 القاب، مفيش فريق معاه 9 القاب، ولا في فريق معاه 8، ولا في فريق معاه 7. لكن في فريق معاه 6 اسمه وائل جمعة، وهو لاعب سابق في الاهلي موجود في بين سبورت بيحلل ماتشات الاهلي. الزمالك عنده 5 القاب، مازيمبي عنده 5 القاب، رامي ربيعه 5 القاب، محمد بركات 5 القاب، حسام عاشور 5 القاب، وشادي محمد 5 القاب، وكل دول برضو لعيبه في الاهلي. الترجي معاه 4 القاب، لكن برضو ابو تريكة 4، احمد فتحي 4، وليد سليمان 4، وعماد متعب معاه 4. الرجاء البيضاوي معاه 3 القاب، وكل لاعبي الاهلي اللي موجودين في الجيل الحالي كل واحد فيهم معاه 3 القاب. مش عارف بصراحه انت زهقت ولا لسه، بس لسه معانا في ناس تانية في الليسته.
هافيا كوناكري معاه 3 القاب، وكالون ياويندي معاه 3 القاب، واخيرا وصلنا للوداد اللي معاه 3 القاب. انت عارف، انت مدرك يعني، انت عارف انت فين، انت واصل لك الفكره ولا لا، ولا ايه حكايتك؟ ولايتا ديتشا معهوش ولا لقب، نادي يطلع بره السوداني معهوش ولا لقب، نادي البني الاثيوبي معهوش ولا لقب. بس تخيل ال3 انديه دول اقرب لك بكتير جدا من انك تحصل وائل جمعه. فمعرفش ازاي الصحفيين المغاربة او جمهور الوداد او اي انسان عاقل وعنده مخ جوه دماغه يحط الاهلي والوداد في جملة مفيدة بتتكلم عن التنافس في الالقاب القارية. بعدين بقول لك ايه، اهلي ايه اللي انت اصلا حاطه في دماغك ده؟ هو الوداد هو الفريق اصلا الاكثر تتويجا بالالقاب القارية داخل المغرب؟ لا يا عم الحاج، على فكرة اكتر فريق متوج بالالقاب القارية داخل المغرب هو الرجاء مش الوداد. فمن الاخر يعني لما تعدي الرجاء وبتكلم على الاهلي فطر على قلبك كده واعترف بالهزيمة. الاهلي حط عليك في الملعب، وجمهور الاهلي حط عليك في المدرجات، وبرضه جمهور الرجاء ما سابكش في حالك. ففي اخر الفيديو ما عنديش ليك غير كلمة واحدة بس هرد عليك بيها: